تعالوا نعرف أغرب 6 أسرار عن المتحف المصري الكبير. أخيرا تم افتتاح المتحف المصري الكبير بشكل رسمي بعد أكتر من 20 سنة تحضير. بس النهاردة أنا مش جاية أحكي لكم الخبر الرسمي، لأ، أنا جاية أقول لكم على 6 حكايات غريبة جوه المتحف محدش تقريبا يعرفها. المتحف بيضم أكتر من 100,000 قطعة أثرية نادرة، يعني حتى اللي بيشتغلوا هناك لسه ما شافوش كل المعروضات، وناس كتيرة ما تعرفش إن في مقتنيات لسه ما اتعرضتش، بيجهزوها لافتتاحات تانية قدام علشان دايما يفضل في جديد. تصميم المتحف معمول بطريقة عبقرية جدا، من جواه تقدر تشوف الأهرامات، يعني انت جوه التاريخ وكمان بتطل عليه. تالت حاجة التمثال الضخم بتاع الملك رمسيس التاني اللي وزنه حوالي 83 طن، بيستقبل الزوار ما يدخلوا المتحف. نقله كان تحدي رهيب بشكل كبير، اتنقل وسط احتفالية ضخمة جدا، لأن التمثال لو كان اتزحزح نص درجة كان ممكن يتكسر. جوه المتحف في حاجة اسمها مراكب الشمس أو مراكب الملك خوفو، عمرها أكتر من 4500 سنة، دي أقدم سفينة خشب في العالم ولسه محتفظة بتفاصيلها الكاملة. تخيلوا حاجة عمرها آلاف السنين ولسه محتفظة بتفاصيلها الدقيقة. خامس حاجة، ناس كتيرة فاكرة إن المتحف للعرض بس، لأ، في مركز من أكبر مراكز الترميم بالعالم موجود أسفل المتحف. المعمل ده فيه أجهزة بتقدر تكشف على الميكروبات اللي بتأثر على قطعة الآثار، لدرجة إن في أجهزة بتفحص قطعة الآثار بالليزر من غير ما يلمسوها أصلا. سادس وأغرب حاجة إن المسابقة اللي اختاروا بيها تصميم المتحف الفائز كمكتب معماري من أيرلندا. يعني تخيلوا كده تصميم الحضارة المصرية جاي من مصمم أجنبي شافها بعين مختلفة، وده اللي خلاه مبهر بالشكل ده. بس الغريب بقى إن في عمال حلفوا إنهم حسوا بحاجات غريبة أثناء الشغل، زي همسات أو هوا بيعدي فجأة، وده اللي خلاهم يقولوا إن لعنة الفراعنة رجعت تاني. قولولي في الكومنتات إيه أكتر حاجة غريبة سمعتوها النهاردة في الفيديو، وما تنسوش تعملوا لايك وشير، واستنوني في فيديو جديد من غرائب مع عزة.